عمرك حسيت إنك محتاج تقعد في هدوء بعد يوم طويل وسط ناس؟ أو العكس، بتتحمس أكتر لما تبقى وسط صحابك وتسمع ضحكهم حواليك؟ في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن نوعين من الشخصيات، الانطوائي والاجتماعي، مش عشان نحط الناس في تصنيفات، لكن عشان نفهم نفسنا واللي حوالينا أكتر. هل الانطوائية ضعف أو الاجتماعية سطحية؟ ولا كل واحد فينا ليه طريقة بيشحن بيها طاقته وبيعيش بيها حياته؟ استنونا في رحلة لفهم أعماق لأنماط الشخصية، وهتعرف يمكن أنت مين فيهم، أو يمكن تكون حاجة ما بين الاتنين. وجهتنا أعماق الذات الإنسانية، وسيلتنا النقاش البناء الهادف، وغايتنا الوصول لبر السلام النفسي. كتير بنسمع ناس بتقول إن الشخص الانطوائي ده منسحب أو بيفكر كتير من غير ما يتكلم، وده لأن الشخص الانطوائي بيكون هادي وبيحب القعدة في حاله، على العكس من الشخص الاجتماعي اللي بيشحن طاقته من الناس والكلام والخروج. الانطوائي بيتعب من الزحمة واللمة الكتير وبيحتاج يقعد لوحده شوية عشان يشحن طاقته تاني بعد ما يحتك بناس كتير أو يحضر مناسبات كبيرة. طيب إيه العلامات اللي بتميز الشخصية الانطوائية والاجتماعية؟ حسب موقع Very Well Mind، الشخصية الانطوائية بتستمد طاقتها من كونها لوحدها، ووجودها وسط ناس كتير بيستنزف طاقتها، على عكس الشخصية الاجتماعية واللي بتحب الاختلاط بالبشر والتجمعات والخروج والتعرف على ناس جديدة وتكوين صداقات ومعارف. كمان الشخصية الانطوائية عشان بتحب الهدوء هتلاقيهم كلهم عندهم أصدقاء قليلين أو دايرة معارف صغيرة حواليهم بيرتاحوا ليهم وبيتواصلوا معاهم من وقت للتاني، وعلى عكس الشخصية الاجتماعية عندها القدرة على تكوين علاقات بصورة أكبر وأوسع. برضو الشخصية الانطوائية مش من السهل التعرف عليهم أو دخول دايرتهم بسهولة، لأنهم متحفظين وحذرين بشكل كبير عن الشخصية الاجتماعية اللي منفتحة على التعرف على الناس والتواصل معاهم. كمان الشخصية الانطوائية بسبب حبها للعزلة فهي أكتر قدرة على معرفة ذاتها وتنمية مهاراتها وممارسة هواياتها لوحدها والتركيز على مهامها بشكل أكبر من الشخصية الاجتماعية، واللي قد تكون بشكل ما مشتتة أو أقل تركيز على نفسها، ووقتها ممكن يكون منقسم ما بين نشاطات كتير. بس الشخصية الانطوائية ممكن يكون العمل الجماعي بالنسبة لهم تحدي كبير في التأقلم مع الآخرين، بينما الاجتماعي بطبيعته بيكون منفتح في التعامل مع الناس والتأقلم على الوضع الجديد. لكن ده ملوش علاقة بجودة العمل في النهاية، يعني سواء كنت اجتماعي أو انطوائي فجودة الشغل بتاعتك بتعتمد على خبراتك ومهاراتك ومعرفتك وإنجازك، لكن مش على طبيعة شخصيتك إيه هي. طيب هو في شخصية نقدر نقول عليها وسط ما بين الاجتماعية والانطوائية، ولا الناس يا ده يا ده وبس؟ الحقيقة إن أيوة، في شخصيات بتكون وسط ما بين الاجتماعية والانطوائية، ودول بيحبوا الخروج والاستمتاع مع الناس عادي، لكن برضو بيقدروا العزلة وبيحبوا ينظموا أوقات يكونوا فيها مع نفسهم. خلينا ناخد نماذج مبهرة غيرت التاريخ، والغريب إنهم كانوا شخصيات انطوائية. أول واحد العالم أينشتاين، اللي رغم عبقريته وتأثيره الكبير في الناس وفي العالم إلا إنه كان بيفضل العزلة والتأمل، وكان بيحب يقضي وقت طويل في التفكير بعيد عن الزحمة والضوضاء. في أحد أقواله الشهيرة قال: الانطوائيون يعرفون كيف يستمتعون بعالمهم الداخلي، والهدوء بالنسبة لهم مش ضعف لكن قوة. وكان دايما بيفضل العلاقات القليلة العميقة على العلاقات الاجتماعية الكتير، وكان شايف إن الهدوء والعزلة هما البيئة اللي بتخلينا نبدع ونفكر بعمق. كمان مهاتما غاندي، رغم إنه قاد حركة تحرر ضخمة وأثر في ملايين، كان بيتميز بالهدوء والتأمل والاعتماد على القوة الداخلية بدل الصخب والكلام الكتير. غاندي كان بيقول: في العزلة أجد القوة، والصمت علمني كيف أسمع صوت الحق بوضوح.
رغم شخصيته الهادية قدر يقود شعب كامل للاستقلال عن طريق الكلمة والمبدأ. على الجانب الآخر الشخصية الاجتماعية زي مين؟ زي أوبرا وينفري، إعلامية أمريكية مشهورة وهي مثال قوي للشخص الاجتماعي اللي بيعرف يتواصل مع الناس بذكاء وحكمة. قدرتها على التواصل والتفاعل مع ضيوفها والجمهور خلت برنامجها واحد من أنجح البرامج في التاريخ. هي مش بس اجتماعية، لكن عندها ذكاء عاطفي عالي بيخليها تفهم الناس وتعرف تتكلم معاهم بأسلوب بسيط وقريب. كمان ستيف هارفي، إعلامي وكوميديان ومقدم برامج أمريكي مشهور، معروف بشخصيته الاجتماعية جدا، خفة دمه وطرحه وطريقته الذكية في التفاعل مع الناس. وهو بيعرف يتكلم قدام جمهور كبير، يتواصل مع ضيوفه بإحساس، وبيخلق جو دافي ومريح حواليه، وبيجمع ما بين الكاريزما، الثقة وخفة الدم، صفات بتخلي شخصيته الاجتماعية مؤثرة ومحورية في نجاحه. طيب هل في شخصية أفضل من التانية مثلا؟ الإجابة أكيد لأ، والشخصية الاجتماعية مش عكسها الانطوائية زي ما كنا فاكرين. بالعكس، احنا بنكمل بعض في الحياة، ومفيش شخصية مميزة عن التانية، لأن اللي بيميز الشخص عن التاني في الشخصية هو أخلاقه واحترامه وتفكيره وأسلوبه وقيمه. وأخيرا، سواء كنت انطوائي بتلاقي قوتك في العزلة أو اجتماعي بتشحن طاقتك مع الناس، كل شخصية ليها سحرها وطريقتها في التأثير. المهم تعرف نفسك كويس وتوظف طاقتك بطريقتك. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولولي في الكومنتات ايه طبيعة شخصيتكم وبتحبوها ولا لأ. كنت معاكم أنا آية السيد من برنامجكم رحلة سلام. مع السلامة.